السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة. يلا يوم جديد، يوم كله خير وبركة. فعلا الفيديو النهاردة كله خير بفضل من الله. هنعمل مع بعض ان شاء الله الجبنة والزبدة والقشطة وشرش ونوتيلا. طب هنعمل الحاجات دي كلها بقد ايه من الحليب بقى يا ام هنا؟ اهو هنوزن مع بعض، وكل حاجة هنعملها النهاردة ان شاء الله هنوزنها مع بعض. ده كده معايا 3 كيلو 600 جرام من اللبن، يعني ازيد من 3 كيلو ونص بشوية. احلى وقت تروبي فيه اللبن هو الشتاء، واحلى وقت تخزني فيه الزبدة هو الشتاء، واحلى وقت تاكلي فيه احلى جبنة قريش هو الشتاء. فمن الاخر نستغل موسم الشتاء وخصوصا شهر طوبة، ونجيب حليب كده موثوق فيه ونعمل مع بعض. وان شاء الله انا ناوية اعمل بعد كده على طول في البيت، لان جودة عالية وحاجة نظيفة، وبصراحة بتطلعي خير على ايديكي، بتكوني فرحانة وبتكوني الحاجة بتاكليها بنفس قوي وانتي مبسوطة جدا جدا. وطبعا غير بقى التوفير في الفلوس. تمام. بصوا بقى، اول حاجة عملتها اني سخنت الفرن بتاعي وحطيت فيه الحلة اللي انا هحط فيها الحليب، حطيتها تسخن في الفرن ربع ساعة بالظبط. بنحسبها على الساعة كده، نقيد الفرن ربع ساعة وجوه الحلة. بعد كده نطفي النار، ناخد الحلة بتاعتنا نحط فيها الحليب. وطبعا انا بصفي الحليب بتاعي، بحط شاشة وتحتيها مصفى بحيث اتأكد من نظافة الحليب وان هو مفهوش اي شوائب. بصوا والله ما شاء الله، دي احلى طريقة تروبي فيها الحليب، وفي يوم ونص بس. يعني في السقعة دي وفي الشتا ده الحليب هيروب معاكي في يوم ونص بالظبط. طب عشان ايه هي التكة؟ بس ان احنا سخنا الفرن، ان احنا دفينا الفرن بتاعنا وحطينا الحليب فيه. تاني تكة ان احنا نوارب الغطا بحيث يطلع اي بخار زيادة، يعني ما يبقاش فيه بخار كده في الحلة مكان الترويب. يعني الحليب بيعمل بخار، يعني مش شرط يكون فيه سخونية، بس هو بيعمل بخار مية. فنتخلص منه وغطا الحلة يكون موارب، او نغطي بحاجة شفافة او مصفى. تالت حاجة ان احنا ما ينفعش نحرك الحلة بتاعتنا ولا نهزها، ولا نقعد بقى كل شوية نفتح الفرن. لا، نبقى عارفين ان احنا في اليوم ونص دول مش هنعمل اي حاجة في الفرن، هيفضل مقفول. مش هنفضل نفتح ونقفل ونحرك في الحلة بتاعتنا، بحيث الرايب كده وهو بيتكتل او هو يعني بيكون نفسه. ما لو انت حركتيه بيبدأ ان هو الجزيئات بتتفكك كده من بعضها. يعني يا رب تكونوا فاهميني. هقول لكم بسرعة اهم 3 اسرار لترويب اللبن. معلش استحملوني علشان انا عايزة اكد على المعلومات بحيث نكون ملمين بالموضوع، عشان تاخدوا احلى لبن رايب قشطة الرهيبة والقمر اللي انتوا شايفينه ده. هقول لكم بسرعة تاني. اول حاجة لازم ان احنا ندفي الفرن بتاعنا لمدة ربع ساعة بس ونقفل. وكمان الحلة بتاعتنا لازم نكون مدفينها، وانا بدفي الفرن بكون حاطة فيه الحلة بحيث يكون الفرن دفيت المكان ودفيت كمان الحلة. وبعد كده بحط فيها الحليب. تاني سر ان احنا ما نحركش الحلة، نسيبها خالص وما نفتحش الفرن خالص، نسيبه كده في مكان ضلمة ومن غير ما نحركه ولا نهزه ولا اي حاجة. تالت حاجة ان الغطا يكون موارب، او نغطي الحاجة بتاعتنا بمصفى او بشاشة او باي حاجة شفافة. رابع حاجة بقى، علشان لما اللبن يروب معاكي بالشكل الجميل ده، ازاي تطلعي القشطة من غير ما تهدري فيها وتتنيها كده وتلاقيها تقيلة معاكي وتلاقيكي بتشيليها وهي بصوا تقيلة وماسكة نفسها وجميل. بنعمل ايه بعد ما اللبن خلاص قعد يوم ونص وراب معانا؟ بنعمل ايه؟ بنحطه في التلاجة ما يقلش عن 3 ساعات. يبقى ما بنجيبش يمته معلقة ولا بنجيب يمته اي حاجة الا لما نحطه في التلاجة الاول. تمام. بعد ما بنحطه في التلاجة بنبدأ بقى نطلعه ونشيل القشطة من عليه. بيكون الموضوع سهل، القشطة ماسكة نفسها وتقيلة، نقدر ان احنا نطبقها كده كمان ونشيلها. وما شاء الله طبعا الخير او اللي بيكون على وش اللبن اللي هي القشطة يعني او الكريمة دي بتعتمد كمان على دسامة اللبن ونوعه. يعني كل ما بتكوني جايباه من حد اللبن بتاعه حلو وموثوق فيه، وواحدة انت عارفة ان الحليب بتاعها تقيل ودسم وحلو، فبتطلعي قشطة وبتطلعي منه خير حلو جدا. وهنوزن دلوقتي مع بعض القشطة ونشوف جت قد ايه. يعني 3 كيلو ونص من الحليب ادانا قشطة قد ايه، هنشوف مع بعض. اهم حاجة لو لسه مكملين يلا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، علشان الفيديو ده دسم ومليان حاجات كتير جدا. بصوا القشطة 429، لكن الطبق انا وزناه 50 جرام، يعني كده 300 وقولي و80 جرام. يبقى كده 3.5 كيلو من الحليب ادوني 380 جرام من القشطة. تمام كده. بصوا بقى، الله اكبر، بسم الله الله اكبر. شايفين الرايب ناجح جدا وشايفين مجبن، يعني بصوا تحفة ما شاء الله. دلوقتي بقى هنتكلم عن اهم خطوات نجاح الجبنة. هنعمل الجبنة القريش البلدي الصحية المفيدة. هناخد بقى الرايب بتاعنا في فرن سخن تاني دي اهم خطوة. بس ايه، اوعي الرايب ده يسخن منك، يعني تفضلي مشغلة الفرن فيسخن منك جامد قوي
هيبوظ يعني ركزوا معايا في النقطة دي. المرة دي أنا بسخن الفرن ولكن بسخنه كويس جدا جدا، يعني أول مرة أنا قلت دفينا بس الفرن لمدة ربع ساعة، لا هنا أنا هسخن الفرن لمدة تلت ساعة علشان الفرن يكون سخن بدرجة حرارة عالية جدا. بس قبل ما أدخل الرايب بتاعي بكون طفيت الفرن، يعني أنا بسخنه جامد قوي بس بطفي الفرن وأدخل الرايب على طول وأسيبه لمدة ربع ساعة. شايفين؟ علشان يشرش كده والشرش طلع كده لفوق وإيه وكده، علشان الجبنة تطلع ناجحة معاكي، طعمها حلو وكمان ليها صلاحية وعمر حلو. تمام كده بقى جاهز معايا. هحتاج بقى ايه؟ هحتاج طبق يكون غويط عميق كده وفوقيه مصفى وفوقيه شاشة. تمام كده، بصوا بالشكل ده، وهنزل بالرايب بتاعي كله كده. طبعا الطريقة دي بديل للحصيرة وناجحة 100%، مفيهاش اي مشكلة، هتطلعي الجبنة القريش تحفة. بتجيبي شاشة او تكون طرحة شفافة عندك خفيفة، اي حاجة تكون نضيفة وانتي مخصصاها لكده. انا بصراحة مخصصة دي للجبنة ومخصصة واحدة صغنططة للبن، يعني بصفي بيها اللبن، فدول كده على طول اغسلهم وعينهم في كيس للموضوع ده وبس. تمام، بعد كده بصوا هقفل بقى الشاشة عليها كده وبحط عليها اي حاجة تقيلة. انا جبت كيلو رز وهحطه كده عليه بحيث يعمل تقل شوية على الرايب بتاعي علشان يبدأ ان هو ينزل كل المية. طيب بقى بصوا هنا الخطوة دي مهمة جدا، انا هسيبه ساعة بالظبط، ساعة واحدة بس. هتقولي لي ليه مش هيبقى نزل كل الشرش؟ هقولك ليه، بس تعالوا الاول نجيب القشطة بتاعتنا ونبدأ ان احنا نضربها مع بعض. القشطة دي الاول حطيتها في طبق واسع علشان اعرف اضربها. ثانيا ضفت عليها، كان عندي حتة قشطة صغيرة شايلاها من على وش اللبن المغلي فحطيتهم على بعض، يعني انا زودتها شوية حتة صغيرة. تمام، عشان نكون ايه صادقين مع بعض، علشان بعد ما نعمل الزبدة هنوزنها صح كده. احنا قلنا هنوزن كل حاجة وهنشوف الزبدة هتطلع معانا قد ايه، فحبيت اعرفكم ان انا حاطة حتة قشطة كمان. طبعا ممكن تعملي الموضوع بايدك عادي جدا بس بياخد وقت طويل شوية، فبنختصر الوقت، يعني بنختصر تقريبا 3/4 الوقت لما بنعمل كده بالمضرب. فالموضوع حلو جدا. وطبعا ما تعمليش في الخلاط، موضوع الخلاط يا جماعة فاشل جدا. انا مجرباه، لا مش حلو خالص، مش بتنفع في الخلاط بصراحة. هي احلى حاجة يا اما بايدك يا اما بالمضرب يا اما في العجان، بس كده مفيش حلول تانية. طب امتى بقى بشيل المضرب وبشتغل بايدي؟ لما بلاقيها بدأت ان هي تنزل الخض بتاعها او المية او الحليب اللي انت شايفاه ده. تمام، اول ما بلاقيه بدأ ينزل خلاص انا كده بشيل المضرب بتاعي ولازم ابدأ بقى ان انا اعملها بايدي. بصوا بقى مراحل تكوين الزبدة دي مهمة جدا. بصوا انا ببدأ كده افضل اعصر فيها شوية وعايزة اتخلص من كل الخض اللي فيها عشان ما تقعدش كتير معاكي على النار وتعمل معاكي مرتة غامقة، وعلشان كمان لو انت هتخزنيها هتبقى صلاحيتها سنة بحالها. انما لو فيها خض او مغشوشة فده بصراحة يعني لما بنشتري الزبدة بتكون مغشوشة ما بيكونوش طلعوا الخض اللي فيها كويس، فايه اللي بيحصل ان انت الزبدة تلاقيها مررت معاكي في الفريزر، مع انك حطاها في الفريزر بتمرر، بتلاقيها بتقعد كتير قوي على النار وتغلي وتفقد جزء كبير جدا من يعني الوزن بتاعها. وكمان لو هتخزنيها مدة طويلة في الفريزر فلا. انا هقول لكم كمان على الخطوة اللي انا بعملها بقى، علشان دي ادام هخزنها فلازم بعمل خطوة كده دي مهمة قوي قوي، علشان ايه؟ تحفظيها مدة طويلة، عشان الخض ده بيخليها تفسد زي ما قلت لكم. تمام، بجيب كوبايه بعد ما لميتها وشلت الخض خالص من الطبق، بجيب كوبايه ميه ساقعه. تمام، ميه ساقعه عادي من التلاجة، وبقوم غاسله الزبده بتاعتي كاني بغسلها من الخض. بصوا كده بشطفها. طب بعمل ايه؟ بفتحها بايدي بالشكل ده، ببدا افضل افتح في الزبده كده بالشكل دون وبشطفها. هلاقيها بقت معايا بيضه قشطه ما فيهاش اي خض خالص، بقت كده جاهزه معايا ان انا اخزنها سنة بحالها، أزيد من سنة هتقعد معاكي في الفريزر، تخزنيها براحتك. لما تسيحيها هتشوفي بقى النتيجة، هتاخدي أحلى سمنة بلدي لما تسيحيها، لما تعمليها بالطريقة دي وتتأكدي انك طلعتي كل الخض منها. تاني حاجة ان انتي تشطفيها بالشكل ده كده، وبعد كده هنلمها زي ما انتي شايفة كده. انا عن نفسي ناويه بقى، احنا في الشتاء هون، فانا ناويه باذن الله يعني كل ما احتاج لجبنه قريش هجيب حليب واعمل انا الجبنه، يبقى انا كده احتجت جبنه عملتها. وبالنسبه للقشطه اللي هتطلع هعملها زبده واخزنها في الفريزر، يبقى كده خزنت الزبده لايه لكمان يعني بصوا مش هحس بيها، وهبقى كده خزنت الزبدة عندي بحيث وقت ما اكون عملت كمية بقى لا احس انها كمية كويسة اسيحها، وكده تبقى عندي السمنة البلدي وكده، وكلنا جبنة قريش. فما شاء الله الموضوع حلو جدا. يلا بقى نوزن الزبدة معانا ونشوف طلعت قد ايه. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا كده مصفرة الطبق وحطيت الزبدة بتاعتي طلعت 350 جرام ما شاء الله، يعني بصوا حتة محترمة. شوفوا بقى بكام. بصوا بقى دي اللي انا كنت عينتها المرة اللي فاتت برضو لما عملنا مع بعض الفيديو اللي كان فيه فطاير
الذرة اللي بالقشطة برضو. وبعد كده فاض مني الحتة دي، يعني انا بعد ما استخدمت قشطة كتير فاض مني حتة قشطة صغيرة ما سبتهاش وعملتها برضو حتة الزبدة الصغيرة دي وعنتها في الفريزر. هنجيب دي بقى ونحطها كده معاها ونحطهم في الفريزر ما شاء الله. فكل ما يبقى عندك حتة حتى لو صغيرة، انا المرة اللي فاتت منها حتة صغيرة عملتها بالمعلقة ما خدتش اي وقت خالص. بصوا بقى تعالوا يلا نروح للجبنة. هنا بعد ما سبتها ساعة بالظبط، ساعة واحدة بس. طب ليه سبتيها ساعة واحدة بس؟ علشان اشيل المية في الاول كده، بتنزل كمية مية كبيرة باخدها بيكون لسه فيها شرش او لسه فيها يعني المية بتاعتها. فلازم اعمل الخطوة دي وهي لسه ما تخلصتش من كل المية. ايه بقى هي الخطوة دي؟ ان انا بحط لها ملح. طبعا الملح ده على حسب ما انت عايزة. انا بحط معلقة صغيرة كده بحيث ما تكونش حادقة، تكون دلعة، وبديها تقليبة بالشكل ده. بعد كده هبدأ ان انا اشكلها الشكل اللي انا عايزاه. لو انا ما شكلتهاش في الوقت دون وهي لسه فيها نسبة سوائل عالية فمش هعرف اشكلها. لو جيت بعد كده خلاص هتاخد الوضع دون. ولو جيت اشكلها بعد كده بعد ما تكون اتخلصت من كل السوائل اللي فيها فمش هعرف وهتفرفت، هتكون مفرفتة ومش حلوة. لاني المية او الشرش اللي بينزل منها دون هو ده اللي بيقفل المسام بتاعتها وبيخليها تتشكل وتبقى جبنة. فوهو بينزل منها بيقفل مسامها، فاهميني؟ فهي لسه فيها نسبة سوائل عالية لسه ما تخلصتش منها. بس هبدأ دلوقتي اقدر ان انا اشكلها، اخليها كده على شكل رول تمام، بحيث اقطعها وتبقى شكل الجبنة اللي احنا بنشتريها بالظبط. ركزوا بقى في الخطوة دي. انا بعمل ايه؟ انا كده لميتها على بعضها ويعني عجنتها كده في بعضها سنة ولميتها على بعض بالشكل ده. شايفين بقى؟ بصوا ده الشاشة هنا دي من فوق ودي الشاشة اللي من تحت. بصوا بقى ركزوا. بصوا دي اللي من تحت اهي ودي الشاشة اللي من فوق، دي اللي بشدها. بصوا بضغطها وبشدها لجوه بالشكل ده. بمسك اللي تحت بايدي التانية والايد التانية بشد كده. بصوا يا رب يكون واضح كده تمام. ببدأ ان انا اضغطها والمها بالشكل ده بايدي جوه الشاشة زي ما هي، علشان لسه هسيبها تصفي تاني هوريكم ازاي. وبرضو بضغط عليها من الجناب بحيث تبقى ايه، بصوا كده اهو. يعني بظبطها برضو كده من الجناب بحيث تكون مضغوطة على بعضها وكأني بعمل رول او سويس رول كده يعني. جبت المصفى بتاعتي تاني وحطيت حطيت برضو يعني حطيتها في المصفى وتحتيها حلة، وهحط برضو عليها كيلو رز. بصوا كيلو الرز ده يعني ورانا تمام. هنسيبها بقى على جنب. بس انا بعد شوية حسيت ان هي مش يعني مش مفرودة، الرول مش واخد راحته في المصفى علشان المصفى ايه ضيقة فمتني، فاهميني؟ فقمت جايبة المصفى قلبتها وحطيت فوقيها الرول بحيث الرول يكون واخد راحته. وبرضو كيلو الرز لسه معانا حطيت فوقيها برضو كيلو الرز. سبتيها قد ايه؟ سبتها كمان 3 ساعات. يبقى هي كده بتقعد 4 ساعات. انا عن نفسي بقعدها 4 ساعات بس بتكون 100 وما شاء الله بتكون حلوة ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى بسم الله ما شاء الله هنفتح عليها ولكن بالراحة. خليكي حريصة كده وانتي بتفتحي. وبصي ايدي تحت كده اهو، والايد التانية بشد الشاشة. وبصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا مش عارفة اقول لكم ايه والله. الجبنة دي ما شاء الله قشطة بجد. بصوا لا طعمها فظيع. سيبوكوا بقى من الشكل وشكلناها ازاي وعملنا فيها ايه، والمهم الطعم احنا مش هنروح نبيع يعني، بس المهم الطعم خطير وجبار. عايزه اقول لكم حاجه، في ناس مش لازم تعملها رول عشان يعني تقطعها خرط وكده، لا مش مهم خالص. بتحطها في مصفى مثلا مربعه والجبنه بتاعتها تاخد الشكل المربع ده يعني. بتاخد المرحله كلها مره واحده، مش زي ما انا قلت لكم بقى ساعه وكده علشان نشكلها. لو انتي مش عايزه تشكليها يعني الموضوع مش مهم معاكي فخلاص خليها في مصفتها. وحط لها الملح من الاول وسيبيها في المصفى تاخد وضع المصفى من الاول، فاهميني؟ وبعد كده تخرجيها برضو بالراحة، تطلعيها من الشاشة من المصفى وتطلعيها بالراحة برضو وتقطعيها بقى مربعات اي شكل. فمش شرط خالص ان انتي تعملي الحركة دي، بس حبيت اوريكم علشان نطلع الشكل بتاع الحصيرة. وبرضو بالشوكة اديناها كده شكل ما شاء الله. بصوا الجمال ما شاء الله اللهم بارك. حاجة تفرح بجد يعني. كفاية ان انتي هتاكليها بنفس وحاسة كده ان انتي حاجة معمولة بنظافة. مش هتلاقي بقى فيها حاجة سمرة حاجة مش عارف ايه تقرفك، لا تحسي كده ان ما شاء الله بتاكليها بنفس وجميلة كده على قلبك ما شاء الله. بألف هنا وشوفي على قلوبكم يا رب. بجد الحاجة في البيت لما بتتعمل بتبقى خير وبركة، وبتبقى الحاجة أحلى 100 مرة من بره غير التوفير. وهنوزنها هي مع بعض. بصوا كده الجبنة ما شاء الله جت معايا كيلو إلا ربع، يعني هنقول كيلو إلا ربع من الجبنة ما شاء الله. طبعا مش أي جبنة، بصوا الجمال
ولسه خير اللبن ما خلصش، يعني لسه هنعمل حاجات تانية. ده كله من 3 كيلو ونص حليب لسه هيطلعوا لنا خير، هنعمل بيه حاجات تانية. خليكم معايا يلا، ما تنسوش لايك للفيديو. يلا يا حبايب ام هنا كده حطوا لايك وتعالوا بقى نكمل. هنا هوزن الشرش برضو معاكم. الشرش ده طبعا يعني مش حاجة اي كلام، الشرش ده حاجة تحفة، يعني بصوا فيه في كل الفايدة وكل الطعم، وبعدين بيغنيكي عن الحليب في المعجنات. كل انواع المعجنات اللي هتستخدمي فيها حليب انت هتوفري الحليب وهتستخدمي الشرش، هيعمل نفس الموضوع واحلى كمان. الشرش بيكون طعمه حلو جدا في المعجنات، بيديها نتيجة بسم الله ما شاء الله. بصوا عملت اول كيس كيلو، وتاني كيس برضو كان هيجي كيلو شوية، بس انا حطيت شوية شرش على الجبنة. انا بحب كده، بحب احفظ الجبنة بتاعتي في شوية من الشرش، لان الجبنة القريش صلاحيتها بتكون 3 ايام بس في التلاجة. لما بنحط لها شرش او نحط لها حليب مغلي ده بيحفظها مدة اطول، فوق من 10 ايام في التلاجة، يعني ما تقلقيش عليها. ده غير كمان انها بتديها طعم حلو قوي قوي. بالنسبة للشرش بتاعي بحطه في الفريزر في لاي وقت عايزة اعمل معجنات، بخرجه وادفيه على النار واستخدمه في كل انواع المعجنات. وهنا بقى ما شاء الله لسه الخير ما خلص. خدنا بقى الخض اللي طلع من الزبدة ده، هنعمل بيه احلى نوتيلا. احلى نوتيلا هتاكليها بالشوية اللي طلعوا من الزبدة اللي هو الخض. تمام، انا عايرته كوباية، بعد كده عايرت كمان كوباية من السكر وكوباية الا شوية صغنطتين من اللبن البودر. تمام، بنفس الكوباية او نفس الحاجة اللي بعاير بيها عايرت بيها كل حاجة. دي بقى نص كوباية من الكاكاو الخام. هحتاج كمان كوباية الا ربع من الزيت، يعني من نص كوباية لكوباية الا ربع، ولكن مش هنزل بيها مرة واحدة. الاول مش هنزل بيها دلوقتي خالص، انا هسيبها شوية على جنب. ولازم ان انا اضرب في الخلاط من 3 ل 4 دقايق كويس جدا، علشان اتاكد ان الكاكاو والسكر كل حاجه دابت واتمزجت كويس جدا. بعد كده ابدا انزل بالزيت شويه بشويه، تمام، لحد ما اوصل للقوام لل... للقوام المطلوب القوام التقيل الحلو ده. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بنزل بالزيت شوية بشوية. هقول لكم المقادير بسرعة. كوباية من الخض اللي طلع من الزبدة، طبعا لو مفيش خض وهتعملوا بقى النوتيلا دي استخدمي كوباية من الحليب البارد. تمام كده، عليها كوباية من السكر وكوباية لبن بودر ونص كوباية من الكاكاو الخام، وكمان الزيت بقى. وممكن تحطي نسكافيه بطعم البندق لو موجود عندك، كيس واحد بس من النسكافيه بطعم البندق. تمام كده، بصوا الزيت كده، يعني انا وصلت للقوام التحفة، يعني ما شاء الله. ففاض مني شوية زيت، معلقتين زيت ولا حاجة، فكده تمام قوي. تعالوا بقى شوفوا الجمال والروعة ما شاء الله بجد، اللهم بارك. نوتيلا اقتصادية، مستخدمناش فيها بندق ولا اي حاجة يعني معقدة ولا اي حاجة. وكمان الخض معانا اداها دسامة وطعم خطير، يعني بصوا تحفة. فما شاء الله. ولسه يعني لو كنا كمان، بس عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، انا كنت هعمل معاكم معجنات وحاجات بقى بالشرش، بس قلت لا، في فيديوهات تانية بقى نعينه دلوقتي، وان شاء الله نعمل مع بعض حاجات بالشرش. فما شاء الله يعني الحليب شوفوا 3 كيلو ونص، نطلع منهم وصفات كتير، يجي 10 وصفات، حاجات كتير قوي تطلعيها من الحليب. فما شاء الله بجد زي ما قلت لكم هو خير. بصوا بقى هنا طبعا نزلت اللي في الخلاط، ولكن لسه يعني الخلاط برضو فيه حاجات وانا ما ينفعش اسيبها. فانا بعمل حركة كده كل ما اجي اعمل النوتيلا، ان انا بصوا كده شايفين الحاجات اللي اتبقت دي مش بسيبها ولا برحمها بحط عليهم شوية من الحليب السخن وبضربهم في الخلاط، وبيكون معايا احلى هوت شوكليت في الدنيا، بجد تحفة. بس اهم حاجة تنزلي عليه بحليب سخن علشان الشوكولاتة تدوب، وتضربيه في الخلاط هيبقى احلى هوت شوكليت سخن تحفة. بسم الله ما شاء الله. النوتيلا هوريكم قوامها وجمالها، وبتتفرد بجد يعني زبرد قوي يعني ما شاء الله. بصوا جميلة، على الرغم ان ما فيهاش طعم البندق، بس طعمها فظيع. ايه ده، ايه الجمال ده، بنتي كانت بتدوقها وبتصوت بتقول ايه ده جميله قوي ما شاء الله. لا جربوها، نوتيلا اقتصاديه وحلوه قوي على فكره. انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في القناه هنا، يعني هتلاقوها ما شاء الله تحفه جدا. والزبده والجبنه القريش ما شاء الله جميله، والشرش، وعملنا كمان هوت شوكليت ما شاء الله. بألف هنا وشفا. بجد اعملوا لايك كتير للفيديو طبعا، لان اللايك ده يعني بيشجعني جدا وبيديني حافز اني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم.